سلام الله عليكم، وسعد الله اوقاتكم بكل خير. قبل ما نبداو نصليو على نبي العدنان عليه افضل الصلاه والسلام. كان حتى كان في قديم الزمان واحد القبيله بعيده كانت عايشه لاله طامو غير هي وولدها صالح. مات راجلها وخلى ليها الولد باقي صغير. ضربات عليه تماره وما خلات فين خدمات حتى كبراتو ولا راجل. ايوا يا سيدي صالح تزوج وعاش هو وامه ومرته مجموعين في دار وحده. مرته ما كانش عاجبها الحال وكانت باغا تعزل وتسكن في دارها بوحدها. داكشي علاش فين ما تشوفو تقول لي انا ما بقيتش قاده على الشقه وتماره في هاد الدار، وليت بحال خدامه عند امك. تا انا بغيت تكون عندي داري بوحدي بحال كاع العيالات. صالح في الاول ما كانش كيديها في كلام مرته، ولكن حكرات عليه بزاف وحبه ليها غلب حبه لمو اللي ولداتو وكبراتو. داكشي علاش قرر يدير داكشي اللي طلبات منه. واحد الصباح شد مو من يديها وشدو الطريق للغابه. لاله طامو كانت كتثق في ولدها بزاف، داكشي علاش بقات ساكته وما سولاتوش حتى فين غادي بيها. ايوا سيدي بقاو غاديين حتى وصلوا لوسط الغابه. جلسها تحت واحد الشجره وقال ليها ارتاحي يا امي هنا شويه، انا غادي نمشي غير لواحد البير قريب من هنا نجيب لك الماء تشربي. ايوا سيدي بقات لاله طامو جالسه تحت ديك الشجره كتسنى في ولدها يرجع. والو، الولد تعطل ومبقاش بان ليه الاثار. شويه داز واحد الحطاب وبانت ليه لاله طامو جالسه كتبكي. قرب عندها وسولها مالك يا لاله كتبكي، وشنو جابك لهاد الغابه غير بوحدك؟ جاوباتو لاله طامو قالت لا سيدي، انا ما جيتش بوحدي، جابني ولدي مشى غير يجيب لي الماء وما بقاش رجع، وخفت تكون وقعت ليه شي حاجه. وبدات كتعاود ليه على حكايتها من نهار تزاد ولدها حتى كبر وتزوج. قال لها الحطاب انا خايف غير لا يكون ولدك سمح فيك وخلاك هنا بالعاني. قالت لي لا طامو ما يمكنش، ولدي ما يقدرش يديرها، هو ولدي الوحيد وانا اللي ربيته وكبرته. قال لها الحطاب تسنيني هنا، انا غادي نمشي جهه البيت نشوف واش كاين ونرجع عندك. وداكشي اللي كان، مشى الحطاب جهه البير ما لقى حتى واحد ورجع لعندها. قال لها ولدك لاله ما كاينش، باينه غادي يكون دارها وسمح فيك وسط هاد الغابه. هنا لاله طامو تعصبات، قالت لي انت ما كتعرفش ولدي مزيان، مستحيل يدير هادشي اللي كتقول. وحلفات ما تبقى تهدر ولا تخرج شي كلمه من فمها حتى يرجع ولدها، ومشات وخلاتو. ايوا سيدي بقات لاله طامو غادا كتمشى وسالفه وسط ديك الغابه. ملي عيات جلست تحت واحد الشجره ترتاح، وما رداتش البال لواحد البقعه ديال الدم. جلست عليها وسخت لها حوايجها ويديها. من بعد ما ارتاحت شويه ناضت كملت طريقها حتى تلاقاوها واحد الرجال. ملي شافوها عامره دم داوها لدار القاضي. دخلوا عند القاضي وقالوا ليه هاد المراه الكبيره لقيناها في الغابه وحوايجها عامرين بالدم، باينه غادي تكون قتلت شي حد. ملي سولها القاضي بقات غير ساكته وكتبكي. شويه دخل واحد الراجل قال باللي لقى الجثه ديال واحد الولد صغير مقتول ومرمي تحت واحد الشجره. تكلم القاضي مع لاله طامو وقال هذا دليل باللي انت اللي قتلتي هاد الولد، وراه حتى مو جات كتشكي باللي ولدها تخطف وخطفاتو ليها شي مرا كبيره في العمر، باش غادي تدافعي على راسك. لاله طامو بقات غير ساكته وكتبكي وما قاداش تدافع على راسها، حيت حلفات ما تهدر حتى يرجع عندها ولدها. القاضي ملي شافها بقات غير ساكته حكم باش يقطعوا ليها راسها وسط المدينه وقدام الناس. شدوها بالسناسل ورماوها في الحبس حتى يوصل الوقت اللي غادي ينفذوا فيها حكم الاعدام. في هذا الوقت كانت مرت ولدها فرحانه حيت تهنت منها، ولكن صالح بقى النهار كامل وهو كيفكر في امه وندم على داكشي اللي دار فيها. وفي ديك الليله وهو ناعس
بدا كيحلم بلي هو وسط العافيه ومشدود بالسناسل. شويه جات مو فكاتو وخرجاتو من ديك العافيه. فاق صالح مخلوع كيقول شنو هادشي درت فمي مسكينه، باينه غادي تكون مازال كتسايني وسط ديك الغابه. ملي ناض باش يمشي يجيبها وقفات مرتو وقالت والله مشيتي تجيبها ما نزيد معك شي دقيقه في هاد الدار. قال لها صالح مو هي الاولى، غرني الشيطان، تبعت كلامك وندمت، ونزيدك غير سير رجعي لربك راكي مطلقه. وخلاها ومشى كيجري للغابه كيقلب على امه ولكن ما لقاهاش. الغد ليه داو لاله طامو مسنسله وسط المدينه باش ينفذوا فيها حكم الاعدام. لاله طامو ديك الساعه كانت غير كتبكي وكتشهد، ويلاه بغاو يقطعوا راسها جا ولدها كيجري حبسهم. بدا كيبكي وكيطلب منها السماحه. قال لهم انا اللي نستاهل تقطع لي راسي ماشي امي. قالت ليه مو عمرني غضبت عليك ولدي، علاش كطلب مني السماحه؟ هنا تكلم القاضي وقال واخيرا هدرتي، علاش بقيتي ساكته هاد الوقت كامل؟ قالت لي حيت كنت حالفه ما نهضر حتى يجي ولدي. قال لي دابا قولي لنا علاش قتلتي داك الولد؟ قالت لي كنقسم بالله عمرني شفت داك الولد وماشي انا اللي قتلته. قال لها القاضي ولكن الادله كامله كتقول بلي انت اللي قتلتي. هنا ناض ولدها وقال اسمح لي نتكلم سيدي، هادي امي وانا كنعرفها مزيان وعمرها في حياتها هزات عليا يديها، والا كان ولا بد من هذا الحكم عدموني انا بلاصتها. قال لي القاضي لا ولدي ما يمكنش، وطلب من الحراس يرجعوا المراه للحبس ويبداو يحققوا في هذه القضيه من الاول. الغد ليه جا القايد ووصل ليه الخبر بلي كاين 4 ديال العيالات مشكوك فيهم، حيت حتى هما كانوا في الغابه داك النهار ديال الجريمه. القاضي صيفط الحراس باش يجيبوهم. ملي سولهم على الجريمه نكروا، داكشي علاش فكر في واحد الحيله. قال لهم سمعوني مزيان، الشجره اللي وقعت حداها الجريمه ريحتها قويه بزاف، واكيد ديك الريحه غادي تكون لصقات في الجسم ديال المراه اللي قتلت الولد. وفي نفس اللحظه وحده من دوك العيالات بلا ما تحس حنات راسها وشمت حوايجها. ملي شافها القاضي غوت وقال انت اللي قتلتي الدراري ب7. هنا المراه تخلعت وقالت ماشي انا سيدي، انا قتلت غير ولد واحد. قال لها اذا انت هي المجرمه واعترفتي بنفسك، ونزيدك ما كاين لا ريحه لا 7 ديال الدراري. وامر الحراس يديوها للحبس حتى يوصل الوقت اللي ينفذوا فيها حكم الاعدام. وبفضل الله سبحانه وتعالى بانت البراءه ديال لاله طامو ورجعت هي وولدها لدارها. ومن داك النهار ولدها نادم على الفعل اللي دار فيها ورجع مهلي فيها اكثر من الاول. دازو الايام وتزوج صالح مرة تانية، ولكن هاد المرة تزوج مرة معقولة مربية وبنت الناس، تهلات ليه فمو ودارتها اكثر من امها، وعاشوا مجموعين مع بعضياتهم في خير وسلام. وهنايا الحباب سالت حكايتي ومشات من واد لواد، وانا بقيت مع الناس الجواد. وكيف العادة الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وخليو شي تعليق زوين، وإلا عجبتكم القناة ديروا اشتراك وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.